وأود بهذا الصدد أن أشير إلى السر المعلن عن إنتاج إسرائيل للأسلحة الذرية والنتائج الوخيمة المترتبة على ذلك. وهكذا وبجرأة فاضحة توجه إسرائيل جهودها ليس نحو السلام، وإنما لزيادة مخاطر وأهوال ما في حوزتها من أسلحة فتاكة. وكلنا يذكر قصة القرصنة البحرية التي استولت بها إسرائيل على شحنة من البلوتونيوم كجزء من جهودها في هذا السبيل، الأمر الذي نشرت تفاصيله وسائل الإعلام العالمية والبيانات التي أصدرتها بعض الجهات الرسمية المطلعة. ومما يزيد في فداحة الأمر هنا طابع اللامسؤولية الذي يمثل تاريخ إسرائيل الدموي في منطقتنا، ذلك التاريخ المتسم بالعدوان المستمر. ومن هنا فإن المجتمع الدولي ممثلا في الأجهزة الدولية المختصة وفي الدول التي تسعى لتحديد انتشار الأسلحة النووية مطالب بأن يتخذ من الإجراءات ما يتلائم مع أهمية هذا الأمر وخطورته. سيادة الرئيس، إن الشعب الفلسطيني والأمة العربية جمعاء تؤمن بالسلام القائم على العدل، لأنها تؤمن بأن السلام الذي لا يبنى على العدل لا يمكن أن يستمر أو تكتب له الديمومة. فالأمة العربية وهي تسعى لتحقيق السلام العادل والدائم إنما تسعى من خلال ذلك إلى إقرار الشرعية الدولية بالنسبة لقضية فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني ومشكلة الشرق الأوسط بصفة عامة. ولقد قدمت الأمة العربية كل ما يمكنها تقديمه في سبيل دفع مسيرة السلام في المنطقة، ولم تبخل بمد يدها لكل الجهود المخلصة في سبيل ذلك داخل الأمم المتحدة وخارجها. ولكن إسرائيل بتصرفاتها الغاشمة داخل الأراضي المحتلة وأهداف سياستها الصهيونية تجاه شعب فلسطين وتجاه الشرعية الدولية وتجاه مسيرة السلام إنما تقضي على كل تطلع عربي لإمكانية تحقيق السلام.